السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ فيديو النهاردة مراجعة سريعة عن لعبة ميتال جير رايزنج، لعبة الهاك اند سلاش الأفضل بالنسبة لي، والسبب هنعرفه دلوقتي. قبل أي حاجة ما تنسوش تدعوا لإخواتنا إن ربنا ينصرهم ويقويهم في الحرب اللي هم فيها، وما تنسوش طبعا إن المقاطعة كمان حرب ومش هتنتهي غير بنصر إخواتنا إن شاء الله، وما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مستعدين؟ يلا نبدأ. لعبة ميتال جير رايسنج نزلت في سنة 2013، واللي طورها هم شركة بلانتينيوم جيمز، ودي نفس الشركة اللي عملت ألعاب جامدة زي بايونيتا ونزلت بإشراف كونامي، اللي هي نفس الشركة اللي عملت سلسلة ميتال جير العادية اللي هي ميتال جير سولايت. بس خلي بالك اللعبة دي مختلفة تماما عن باقي ألعاب ميتال جير اللي احنا عارفينها، وخصوصا في الأسلوب، لأنها مش لعبة تجسس خالص، دي لعبة أكشن دماغها طايرة، بتلعب بشخصية اسمها رايدن، وده كان ظهر قبل كده في سلسلة ميتال جير سولايت، بس هنا عاملينه بطل لوحده، ومش بس كده، ده راجع بسيف بيقطع بيه كل حاجة قدامه. حرفيا اللعبة كلها مبنية على فكرة انك تقدر تقطع اي حاجة بالسيف بتاعه، من اول الاعداء لحد العربيات والحوائط، وكل حاجة تتفصص حتت كده وانت بتلعب، منظر بيخلي الواحد يعيط من كتر الجمال والدموية. القصة بقى بصراحة مش اعظم حاجة في الدنيا، بس جامدة برضه، بتحصل بعد احداث ميتال جير سولايد الجزء الرابع، ورايدن اشتغل في شركة امن خاصة كده اسمها مافيريك، وشغلته انه يحمي السياسيين والكبار من الارهابيين والكلام ده. بس كالعادة الدنيا بتتقلب عليه، وبيلاقي نفسه قدام مؤامرة كبيرة من شركة تانية اسمها ديسباردو، ودي عاملة جيش من السايبورغ، يعني ناس نصهم آليين كده وعندهم قدرات خارقة. رايدن بيتحول من حارس لشخص بيطارد الأشرار، وبيبدأ يواجه واحد ورا التاني من القادة بتوع ديسباردو، وكل واحد فيهم عنده شخصية غريبة وطريقة قتال مختلفة وموسيقى حماسية معاه تشتغل وهو بيضربك، ودي من أحلى الحاجات اللي في اللعبة. بالنسبة للزعماء، كل زعيم بيبقى له أسلوب فريد، وبيخلي المعركة بينك وبينه شبه فيلم أكشن مجنون مفيهوش نفس. وطبعا في وسط القصة بتبدأ تعرف إن في حاجات ورا الكواليس وخطط سياسية وتجارب على الأطفال علشان يحولوهم لمقاتلين زي رايدن، ورايدن نفسه بيتجنن وبيبقى داخل المعارك وهو متنرفز، وبيقول جمل تقيلة زي أنا العاصفة اللي جاية تمسح كل حاجة. حاجات جامدة كده بتحمس الواحد. الجيم بلاي ده بقى حاجة تحفة، اللعبة سريعة جدا، كل حاجة بتحصل بسرعة ومفيش فرصة إنك تقف تستنى، لازم تضرب وتصد وتستعمل حاجة اسمها بلايد مود، اللي هو بيخلي الوقت بطيء كده، ورايدن بيقطع العدو حتة حتة، حرفيا تقدر تتحكم في اتجاه القطع وتفصصهم زي ما تحب. ولما بتعرف تقطع في الجزء الصح من جسم العدو، رايدن بياخد منهم طاقة وبيتشحن تاني، يعني بتقطع تشحن وتكمل ضرب. في نظام صد اسمه بيري، وده مش زي الالعاب التانية اللي بتضغط زرار تفادي، لا هنا لازم تضرب في اتجاه ضربة العدو علشان تصدها، فده محتاج تركيز وسرعة في رد الفعل، وده بيخلي كل معركة فيها تحدي، لانك لو ما صدتش صح هتاكل علقة محترمة. بالنسبة للموسيقى، يا نهار ابيض، الموسيقى دي قصة لوحدها، كل زعيم ليه تراك موسيقى بيتغير مع المعركة، كل ما المرحلة تتقدم الاغنية تعلى وتشتغل بجيتارات مجنونة وكلمات جامدة جدا، وفي اللحظة اللي الاغنية بتوصل للقمة بتاعتها بتكون انت خلاص قطعت نص دماغ العدو، فبتحس انك بطل فيلم اكشن في اقوى لحظاته. بالنسبه للرسومات، بص هي مش خرافيه لو قارنتها بالعاب الجيل الجديد، بس وقت ما نزلت كانت ممتازه، والانيميشن بتاع الضرب والتقطيع متعوب عليه جدا، كل حركه من رايدن معموله بعنايه، وسيفه بيعمل صوت كده يحسسك انه بيقطع الهوا نفسه. في كمان مراحل بتتنقل فيها من مكان للتاني، وبتلاقي مناظر حلوه من مباني المدن المدمره لاماكن تشبه الصحراء، كلها مصممه كويس وبتخدم الجو العام للعبه. الاداء الصوتي كمان ممتاز، سواء رايدن او الزعماء كلهم بيقولوا جمل جامده فيها شويه فلسفه وشويه جنان يخلوك تفكر وتضحك في نفس الوقت. اللعبه مش طويله، ممكن تخلصها في 6 8 ساعات، بس مش دي المشكله، لانك هتلاقي نفسك عايز تعيدها تاني على مستوى اصعب، او تجرب تقطع كل الاعداء ب100 طريقه، او حتى بس تسمع الموسيقى وتعيش اللحظه. دي من النوع اللي مهما خلصتها بتفضل تفكر فيها. في ناس بتقول ان اللعبه فيها مشاكل في الكاميرا او التوجيه، وده صحيح شويه، الكاميرا ساعات بتبقى غبيه خصوصا في الاماكن الضيقه، بس ده ما بيبوظش متعة اللعب، لأن الأساس جامد. وفي الآخر لو أنت بتحب الأكشن المجنون والسرعة والموسيقى اللي ترفع الأدرينالين والسيوف اللي بتقطع أي حاجة، فلعبة ميتال جير رايزنج هتكون واحدة من أجمد التجارب اللي هتعيشها في حياتك. لعبة مش بتفكر كتير، بس بتحس كتير، وبتحطك في وسط عالم مجنون مليان تحديات وحماس ودراما سخيفة بس لذيذة. وبس كده يا جماعة، ده كان فيديو النهاردة اتكلمنا فيه عن لعبة ميتال جير رايزنج، وليه اللعبة دي بالذات كانت ممتازة من ما بين كل الألعاب، وتستحق حرفيا إن أنت ما تلعبش غيرها، لان انت فعلا لو انت عايز لعبه فيها تقطيع وتعمل اي حاجه ممكن تتخيلها، فصدقني بجد لما اقول لك ان اللعبه دي لازم تكون نمبر 1 من ما بين كل الالعاب اللي انت بتلعبها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم يا ريت تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.